بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر راديو وتلفزيون العرب في متابعة لدوري أبطال العرب في نسختها الرابعة، ولقاء الأشقاء بين النادي الرياضي المكناسي والنادي الزملكاوي الذي يلعب المباراة اليوم بالطبع بكل أمال الحفاظ على تفوقه في لقاء الذهاب في القاهرة 1-0 بهدف للثعلب الصغير حازم إمام. هناك لصالح النادي المكناسي المتابعة لعلي قيس، يحول كرة حذاري وكرة خطرة خطيرة. إيكيمبا اللاعب الأوفواري، كرة خطيرة على مرمى محمد عبد المنصف 19 في الدور 16، وهذه كرة لكن محمد عبد المنصف يخرج بثبات، ولكن بالطبع تصطدم بإيكيمبا. وإيكيمبا حماس البحث عن هدف التعويض في لقاء الذهاب، وكرة خطرة، بداية ضاغطة، بداية حماسية الحقيقة من جانب النادي المكناسي، بداية حماسية. جمال حمزة في متابعة من سمير من هناك، المتابعة للكابتن طارق السيد يحول كرة لجونيور، يا سلام كرة حلوة. أبو العلا يعكس الكرة العرضية تمشي من يتابع لا أحد، وعودة مرة ثانية ومحاولة ما زالت قائمة زملكاوية. أحمد حسام يحاول يمر وتكون إلى خارج الملعب التقني، وهذه كرة سريعة في انطلاقة ممتازة ومحاولة حلوة من تراب عرضية وخطرة وتعود مرة ثانية إلى أبو العلا. يحاول المتابعة الخطير إدريس يسدد لكن تذهب إلى خارج الملعب. كرة نامو إلى كوباشي، كرة خطيرة لرحو أو حمو عفوا، هنا رقم 22 في أجوائها الجميلة، ونحن نعيش في أيام جميلة الحقيقة من خلال الليالي الكريمة، الليالي شهر رمضان. كرة عرضية من مروان تراب راسية، الله الهدف الأول، ولعها أشعلها والراسية الرائعة، هدف ولا أحلى ولا أروع في ضربة راسية ممتازة. يتمكن نادي المكناسي من زيارة شباك محمد عبد المنصف، والهدف المباراة للنادي الرياضي المكناسي. هدف حلو مروان تراب ولا أحلى، وراسية، يا سلام على هذا الهدف، ما أحلى هذا الهدف. شوفوا الكرة من تراب والارتقاء الكبير والحلوة هذا البديل، كرة يحطها صعبة على عبد المنصف، صعبة. نامو ما زال يحافظ على كورته، نامو يغير اتجاه اللعب والمتابعة من بعيد، الله كرة عن طريق أحمد حسام، ولعبت بطريقة، والآن صافرة نهاية شوط المباراة الأول. تنطلق مشاهدينا الكرام عشاق المستديرة معلنة على نهاية هذا الشوط صافرة حكم المباراة الجزائري. الفريق الزملكاوي في دوري أبطال العرب في النسخة الرابعة، كما عشنا الشوط الأول الذي كان مثيرا وحماسيا من جانب أصحاب الأرض اللي تمكنوا من خلال وائل الأباني والغاني جونيور. نتابع جونيور يلعب، الله كادت أن تغالط الحارس عبد الحق بوجيري. 14 للدور ال16، جونيور جول، الله عمرو الصفتي يسجل هدف التعادل للزملكاوية. فرحة كبيرة في هذه الليلة من مكناس إلى القاهرة. عمرو الصفتي يسجل بهدف الراس، وهذه اللحظة في هذه الأثناء وفي هذه الدقيقة 13 من شوط المباراة الثاني، النجم عمرو الصفتي يسجل في هذه الأثناء هدف لصالح الزمالك. شوفوا الرياكشن الزملكاوية، شوفوا الرياكشن الفني والهندسة. جونيور أوبا في المرمى،
في المرمى، جول زملكاوي، هدف التعادل لتزداد الامور تعقيدا على النادي المكناسي الذي بحاجه الى هدفين اخرين، والمهمه تمشي الكره مره ثانيه والتسديده ضعيفه جدا. عز الدين دراوسي يعني المكناس واحد الزمالك واحد. الكرة تخلص من طارق ولكن تعود مرة أخرى. بن قصو يرفع الكرة ويخرج لها محمد عبد المنصف بذكاء. قصو تعود مرة أخرى لقيس، المتابعة مرة ثانية لإدريس. إدريس يسدد، خطيرة صاحب التسديدات القوية الأرضية الصاروخية على يمين الحارس محمد عبد المنصف. قيس، بن قصو، حمو، ولكن سهلة عند محمد عبد المنصف. والرجاء البيضاوي المغربي وبالإضافة إلى الكويتي وإنبي المصري والنصر السعودي والإسماعيلي والأهلي. الأهلي مازال بالطبع الأهلي البحريني وأهلي برج بوعريج الجزائري. لا زال المباراة ستقام يوم الجمعة. هذه كرة جول! الله عليك يا حمزة، الله عليك يا جمال يا حمزة، فعلا يضع الكرة هذا اللاعب الخطير، هذا اللاعب الكبير وسط هفوة دفاعية فاتحة من النادي المكناسي. يتمكن الخطير ويجعل بالطبع كما ترون جماهير المكناسي تغادر ملعب الرياضي المكناسي، وسبحان مغير الأحوال والتمريرة والونتو. هدف يدرس، هدف فن وهندسة، هدف الفن والهندسة. أوبا هدف فن وهندسة من عبد الحليم العندليب. هالي جمال حمزة، روعة جمال حمزة، روعة جمال حمزة. هذا جمال حمزة بطريقة هنري جمال حمزة يضع الكرة ويسجل جمال حمزة الهدف المباراة الثاني، وبالطبع يقضي تماما على آمال شقيقه النادي المكناسي. اللي نراها الخبرة هناك أعطت الفارق، خبرة مثل هذه المواعيد مثل هذه المباريات أعطت الإضافة لنادي الزمالك وجعلته أكثر يقظة، أكثر تركيزا، أكثر نضج من الناحية الكروية والثقافة الكروية. وهذه تسديدة وتسقط الكرة من قبل محمد عبد المنصف وتكون إلى خارج الملعب. ضربة اللي كان جميل في الشوط الأول، ولكن هذه حال كرة القدم. وهذه محاولة بن قصو، جول! الله، جول! الهدف التعادل عن طريق طبعا اللاعب العاجي الاوفواري، هذا هو بوسيني اثر المتابعه. تسديده من فيصل بن قصو وارتدت من محمد عبد المنصف وتكون في المرمى. شوفوا حلوه وفي المرمى الجول الثاني. شوفوا الاعاده، شوفوا المتابعه، وراوغ بها جونيور بشكل حلو وسددها بشكل رائع. هنا المتابعة ممتازة، فيصل بن قصو، وكرة أبعدها بطريقة خاطئة من وجهة نظري محمد عبد المنصف اللي بالطبع اليوم فيه أخطاء كثيرة. عموما خروج جونيور الآن، خروج جونيور 2 المكناس 2 الزمالك. وليد صلاح عبد اللطيف يدخل في هذه الأثناء رقم 10 في نادي الزمالك. وليد صلاح عبد اللطيف لمتابعة من هنا لإدريس يغير اتجاه اللاعب بشكل حلو. نقلات جميلة لصالح النادي المكناسي. الله لا 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 لا. هدف كاد أن يشعل المباراة من جديد، كان أن يشعلها أكثر في آخر 10 دقائق ونعيشها في هذه الأثناء. وكرة مباشرة، كرة حلوة والمتابعة من هناك من الجهة اليسرى، وكرة بشكل حلو وعرضية. من يتابع قيمة الزمالك. انطلاقة من هناك زهير الضعيف يحول الكرة تمشي لكوباشي، الكوباشي وخطيرة والتصويبة وجول! الله
يا سلام على هذه الكرة الحلوة العارضة حالة دون دخولها للشباك للنادي المكناسي، وكاد أن يسجل نامو الهدف الثاني له وللثالث لفريقه. كرة ملعوبة محمد عبد المنصف، وهنا بالطبع الوقت حتى عند أبو العلا الثعلب الصغير حازم إمام، وصافرة الحكم الجزائري تنطلق. مشاهدينا الكرام عشاق المستديرة في هذه الأثناء معلنة على نهاية المباراة في فوز الزمالك بمجموع اللقاءين 3-2 على حساب شقيقه النادي المكناسي، ويتأهل الزمالك إلى الدور 16 ويكون الفريق رقم 14 ليتأهل إلى هذا الدور. عشاق المستديرة نقول ألف مبروك